كيكة الفراولة بثلاث طبقات سهلة مهلة وكامل تقدروا ديروها. اروح نديروها كيف كيف. اول حاجه نديروها نجيبو كميه من الفخاز نقطعوها دي بتيدين نديرو عليها 2 مغارف تاع السكر ونخلوهم يطلقوا مليح الماء نتاعهم. وبالنسبه للطبقه الاولى نحتاجو 3 حبات تاع البيض يكونوا بدرجه حراره المطبخ. نضيفو عليهم قيصان تاع الملح مغرفه صغيره تاع لافاني ونص كاس تاع السكر. ونطلعوهم مليح بالباتور حتى الخليط نتاعنا يرجع اللون تاعو فاتح كيما راكم تشوفوا هنايا. نضيفو عليهم نص كاس تاع الزيت ونزيدو نخلطو شويه. نضيفو عليهم كيس تاع خميرة الحلويات نجوزوه على صفاية باش ما يبقاولناش هذوك الحبيبات. وكاس تاع الفرينة هو ثانيك نجوزوه على صفاية كيما راكم تشوفوا نقسموه على دفعتين. نديرو الدفعة الأولى نخلطو مليح ندخلوها مليح هذيك الفرينة في الخليط نتاعنا ونزيدو النصف اللي بقى. حتى نتحصلوا على قوام يكون ليس وهاوليك القوام تاعو كيفاش يكون عامل. جبت سنيوة تاعي طول تاع 30 على 25 بعد ما كنت دهنتها بالزيت ورشيتها بالفرينة نفرغوا عليها الخليط نتاعنا وندخلوه للفرن على 180 درجة. وكي ندخلو الكيوطو يخرج لنا ناشف نعرفو بلي الكيكه نتاعنا راهي طايبه. شربتها بكاس ونص تاع الحليب يكون بارد. الكيكه سخونه والحليب بارد تقدروا تشربوها بشربات ولا باي جو حبيتوه. ونروحو نخدمو الطبقه الثانيه اللي نحتاجو فيها كاس تاع بودره الشونتيي وكاس غير بوع تاع الحليب يكون بارد. نطلعوهم مليح بالباتور حتى نتحصلو على ان كريم تكون شاده روحها. نجيبو هذاك لي فخاز اللي درناه في الاول ندو منه كميه نصفوها ونحولها هذاك الماء باش ما تهبطلناش لا كريم تاعنا ونديرو هذيك الكميه على لا كريم تاعنا هكذا كيما راكم تشوفوا. نخلطوا شويه باش تدخلنا هذاك لي فخاز في لا كريم تاعنا ما تبقاوش تخلطوا باش لا كريم تاعكم ما تهبط لكمش. ونجيبوا هذيك لا كريم ونديروها كطبقه ثانيه فوق الكيكه تاعنا اللي كنا شربناها من قبل. ونسيوها من الفوق نزقموا لها الوجه تاعها مليح وندخلوها للكونجيلاتور واحد الساعه ونص هكاك حتى تشد روحها مليح. دوكا نروحو نخدموا الطبقه الثالثه اللي نحتاجو فيها كاس تاع الماء باكي فلان ذوق فخاز يعني الباكي الصغير ماشي الباكي الكبير ومغرفة كبيرة تاع المايزينا ماشي معمرة مليح. ونخلطوا هاد المكونات بارد في بارد وندوهم فوق النار حتى الخليط نتاعنا يعقد لنا. وبعد ما عقدنا الخليط نتاعنا كيما راكم تشوفوها وليك القوام تاعو هنايا نضيفوا له عطر الفراوله ماشي لازم تقدروا تستغنوا عليه بصح يمدلكم جو بزاف شباب. وهاد الخليط سيو كيفاش تبردوه يعني ما ديروش هكاك وهو سخون يعني اوما ديروه دافي شويه بقاو تخلطوا فيه باش ما يجمدلكمش. نجيبوا هذاك اللي فخاز اللي بقى لنا ونديروه من فوق كطبقه ونجيبو الخليط نتاعنا اللي كنا خدمناه بالفلا ونديروه من الفوق كيما قلت لكم ما ديروش هكاك هو سخون حد هبط لكم الكريمه. سيو كيفاش تبردوه يعني بقاو تخلطوا برك ما تحبسوش باش ما يجمدلكمش. ونخلو الكيكه تاعنا تبرد لنا مليح ونروحو نقسموها. اي فوالا هاي ليك الكيكه تاعنا راهي واجده. شوفوا لي هذوك الطبقات كيفاش يجوا باينين ويجوا شادين روحهم وتجي بزاف بنينه سورتو اللي يحبوا لي فخاز بزاف حتعجبهم هذه الوصفه. وهكذا نبقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم نتلاقاو في وصفات قادمه والسلام عليكم.